خلاص يعني الامور قربت تحسم يعني من فتره كده او من شويه مش كتير يعني. دلوقتي اتكلمت قلت ان الاهلي لازم له مدير فني مصري مؤقت، وبعد كده عشان يفكر في مدير فني اجنبي يقدر يتولى المسؤوليه ويكون يقدر يدير النجوم الموجوده في النادي الاهلي الموجوده حاليا يعني. دلوقتي دلوقتي حاليا الكابتن علي ماهر موجود في مقر النادي الاهلي لاتمام الاتفاق على انه هو يكون المدير الفني، سواء مؤقت او سواء بمده او سواء بعقد، الله اعلم. ولكن اللي انا عرفته ومصادر انه الكابتن علي ماهر موجود في مقر النادي الاهلي في الجزيره علشان يكون المدير الفني البديل لخوسيه روبيرو، المدير الفني الاسباني اللي خلاص نقدر نقول السابق للنادي الاهلي. زي ما اتكلمنا وقلنا وهنتكلم ونقول انه الكابتن علي ماهر هو مدير فني ممكن تكون شخصيته تشبه النادي الاهلي. في ناس قالت لك الكابتن حسام البدري، ولكن الكابتن حسام البدري بعيد تماما عن الصوره بتاعه الانضمام للنادي الاهلي كمدير فني، بعيد تماما كاسمه، بعيد تماما كمدير فني، وبعيد تماما حتى كاداري في النادي الاهلي. كابتن علي ماهر هو بنسبه 90% هو من سيقود حافله النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. قول لي توقعك ايه بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه مع الكابتن علي ماهر، وهل تحب ان تشوف الكابتن علي ماهر هو مدير فني مؤقت ولا دائم مع النادي الاهلي؟